يعاملني اليوم بالواقع شنو هو؟ شنو قدم ويأخر؟ اليوم الرجال رئيس وزراء سابق وعنده منجزات على ارض الواقع باديه ملموسه، ما له علاقه بالكلام هذا اللي البعض يتحدث به، اللي اعتبره انا شعبوي. هذا الكلام اللي ما يفهم بالسياسه يمكن يتحدث به. لا بس انا احكي سياسه. العقل شنو اللي صار في زمن الكاظمي؟ اللي صار في زمن الكاظمي الان سياسي، لانه ما يسوق لازم يا اخي هسه خليني لا تقاطعني، لا تقاطعني. انت قاطعت 100 مره. انت شو ايش بيك؟ ما تقول ايش بيك؟ انت ايش بيك تقول نفسك؟ اسمعني، انت على كيفك، مو جالس زعيمك، مو المقدس عندك وطال لسانك، اعرف حدودك. دكتور هاني تحترم نفسك انت، فهمت ولا لا؟ وهاي خلاص تمام بلا شخصنه حديث. تمام، احترم نفسك دكتور هاني، دا احترمك الك. دكتور امير مو اجازه زعيمك. لحظه انا حديثي الك. تفضل وياك. بس خلينا نشخصن، يعني لا نقول بانه هذه افغان، هذه احقاد نفسيه، هاي كذا. يعني عوف دكتور خالد، احكي بالعموم عفوا. تفضل دكتور هاني، انا حديثي الك فقط، وانا ما سمعت القاله ترى، حتى ارد ما ارد عليه. ما سمعت القاله. تفضل، حديثي وياك. يعني انا اللي اقوله واللي اريد اكمله وبيقاطعني الضيف، انت تدير الجلسه حتى انا اوصل فكرتي. استمر. فالرجل الآن منجز على أرض الواقع هو الآتي: العلاقة الدبلوماسية، العراق صار نقطة التقاء. إيران نفسها اللي الآن بعض يعتبرون إيران أنه هي اللي مؤثرة بالعراق، أصبحت إيران نقطة التقاء مع السعودية. الكاظمي قرب وجهات النظر وهدأ الوضع على إيران والمنطقة والعراق كساحة تصفية بين إيران وأمريكا في العراق. جعل من مؤتمر بغداد الدولي اللي حضرته فرنسا نقطة التقاء، وكمل السيد السوداني في الدورة الثانية، وللأسف الآن انقطع. كانت المنطقة لا تعقد اجتماع إلا بحضور الكاظمي، فبالتالي العراق أخذ دوره. هسه ليش واحد يكره هذا العراق بغض النظر من الشخص اللي موجود، الكاظمي أو السوداني، لكن ماخذ دوره اسم العراق، يحمل اسم العراق، صفة العراق. ليش هذا الموضوع انه يعتبر انه شيء سيء؟ لأن الكاظمي دا يقوده. فلذلك أنا أقول اعطيني على أرض الواقع شنو اللي سواه الكاظمي. هذا اللي سواه الكاظمي بالسياسة الخارجية، بالسياسة الداخلية، وعلاقاته المستمرة داخليا وخارجيا. فأنا ليش يعني، وهذا ليش الخوف والرعب؟ ها راح يدخل سياسة، ها عنده مشروع، ها فلان شيء، حال يعني أي هذا شخص الآن بالعراق. عمي ذاك اليوم واحد أنا أعرفه ينشر بالتيك. يعني مجيء السيد الكاظمي سبب خوفا لبعض الأطراف السياسية. هاي مهمة، سبب خوف، هاي كلش مهمة أقدر أفهمها. شوف، إذا على مستوى الطبقة السياسية لا، بالعموم لا، بالأغلب بنسبة 90% لا. إذا على المستوى الشعبوي مش شعبي، لا الشعبي هم رحب، لكن مستوى البعض الشعبويين نعم طلع وكأنما ما أدري إيش صاير، هو مو راجع الكاظمي. فأنا أقول اليوم تقول لي شنو هسه المقياس والمعيار؟ أقول لك ادخل على وسائل التواصل الاجتماعي، الفضاء اللي موجود الآن تلقى ترند الكاظمي على الفيسبوك، على تويتر، على اكس، يعني على باقي التواصل الاجتماعي. الكاظمي قال الكاظمي، اجى الكاظمي، طلع الكاظمي، وصل الكاظمي. يعني ردود ما يخالف، ردود الأفعال الشعبية نوعا ما رفضت أو ما رافضة. والرجل ليس عيبا أو ليس فاحشة أن يرجع إلى بلده. شنو الإشكال بالموضوع؟ واضح. السؤال بانه خوش خلي نعوفه حتى لا تصير بيها يعني توتر. صار كلش واضح رايك وراي الدكتور خالد. خلينا ننتقل الى مساحه ثانيه واستغل هذا الظرف. العراق يمر بازمه بحسب يعني قراءتك تحليلك دكتور امير. العراق يمر بازمه رسائل تهديدات. تعتقد مع مجيء السيد الكاظمي راح يصير له دور يهدئ لنا من الوضع، وفعلا هي اكو تهديدات، لو هذا كله تخويف للوضع العراقي؟ يعني قلت لك بالبداية دكتور هاني انه العراق جزء من كل، وجزء مهم في المنطقة، بالتالي ما ينسلخ عن هذه التهديدات او التغييرات الديموغرافية اللي تحاول ان تحدثها امريكا او اسرائيل في المنطقة. ما يحدث في غزة ينعكس على سوريا، وما يحدث في سوريا سينعكس على العراق. بالتالي نحتاج إلى دبلوماسية قوية، حنكة سياسية دولية وإقليمية مؤثرة
تأثير إقليمي. شنو الضير أن يعني يستفاد من الكاظمي بهذه العلاقات الدولية والإقليمية بمسألة مد الجسور أو التأثير بالتخفيف من الصدمات اللي قد تكون في العملية السياسية بالعراق؟ يعني شنو الضير بالموضوع؟ بعدين أنا قلت لك بالبداية وأكد وأكرر أنه السيد الكاظمي على تواصل وعلى علاقة ود مع أغلب الأطراف الإطار التنسيقي والأحزاب السياسية الموجودة بالعملية السياسية الفاعلة، يعني وما انقطع حتى من كان خارج. فأنا أقول نعم قد يكون للكاظمي تأثير بمسألة تخفيف من الصدمات اللي قد تنعكس على العراق. تقول ترك للحكومة ترك قرابة 137 أو كذا مبلغ مليار وأطنان من الذهب، هذا بالجانب الاقتصادي. بالجانب الدبلوماسية وجانب السياسة السوداني يتحدث عن دبلوماسية منتجة، فبالتالي قد يكون وصلوا إلى مرحلة وقطعوا أشواط قد يكون ما يحتاجون للآخرين. تمام، هذا واحد. اثنين، على المستوى الاقتصادي تعتقد بأنه أساءت هذه الحكومة لما فعلته الحكومة السابقة؟ يعني خلاص هاي الأموال راحت، وضعنا الاقتصادي صعب بشقين، اقتصادي وسياسي. يعني دكتور هاني، على المستوى الاقتصادي هذا شيء أنا ما يعني موجود بالأرقام. الكاظمي لم يستلم إلا موازنة واحدة هي موازنة يمكن 22، وكان يعمل بالتدوير 1/12، ما عنده موازنة، ما انطى موازنة، وبالتالي ترك ميزانية مبلغ وقدره في حين كان انخفاض بأسعار النفط، جائحة كورونا، الاضطرابات والتظاهرات وما صنعته بعض الأحزاب السياسية بالمطبات في حكومته، ومع ذلك ترك 97 مليار فائض وفرة مالية، 135 طن من الذهب، وترك أمور ميسر للحكومة، زائدا قانون الأمن الغذائي اللي عملت به الحكومة الحالية لمدة سنة مقدما قبل أن تقر الموازنة الثلاثية، اللي كان هذا قانون الصهيوني اللي أقر التيار الصدري بالتوافق مع حكومة الكاظمي. وأنا أقول لك أغلبية الهجمات اللي تثار على الكاظمي وبتحليلي ومنطقي، يعني بالمنطق السياسي اللي أحلله أني، أنه الكاظمي تحمل مسألة أنه رفع إيده وقال السيد مقتدى الصدر سيد المقاومة، ما ارتضاها بعض الأطراف، ولذلك أنا أقول لك دفع ثمن أن قال قولته أو وقف مع التيار. وبالتالي هاي اللي أثرت عليه هذا التسويق. زين، هذا من الناحية الاقتصادية. أما السياسية فأنت يعني بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة جدا احنا امام اعتبروه انه هو وقف مع التيار ضد الاطراف السياسية الاخرى الشيعية، وهذا غير نعم. اي تفضل كمل فكرتك. اي نعم من الناحية الدبلوماسية انا شرحت لك العراق وين كان والان اين العراق الان. لما تحدث انت قمة في بغداد مقررة في شهر الخامس، ومع ذلك تنعقد قمة مصغرة في الخليج بحضور الأردن ومصر واستبعاد العراق، ومن ثم يقرر قمة أخرى في مصر باستبعاد العراق قبل القمة في بغداد. هذا شنو يعني لك؟ يعني لك إنه سياستك الخارجية أنت لا شيء، ما عندك تأثير بالمنطقة، يعني مو وإلا شنو هذا اللي دبلوماسية منتجة، وهذا حقيقة ما يستحق العراق يعني هاي مو دبلوماسية منتجة. هسه أنا أحكي واقع حال، أنا ما دا أحلل، أنا أحكي واقع حال. وين الدبلوماسية المنتجة؟ الله يحفظك، وين الدبلوماسية المنتجة؟ يعني هذا الاستبعاد متعمد للسوداني أو لحكومة السوداني. فأني أقول واقع الحال هذا. ايه نعم تمام أقول هذا استبعاد واضح. يعني شوف خلي أقول لك حتى أكون منصف، حتى أكون منصف لا حتى أكون منصف. ترى السيد السوداني أيضا قيد بالأطراف السياسية الموجودة حاليا، والدليل أنه قال بأول 100 يوم راح أقيم أنا الحكومة مالتي وراح أسوي تعديل وزاري. والرجل أيضا ضحية الأحزاب اللي جاءت به قد يكون، ولم يستطع مجاراتها ولم يستطع التأثير عليها، وبذلك سلبت إرادته، ولم يستطيع أن يكون قادر أو فاعل بالحد من التأثيرات السياسية على حكومته. ولذلك أنا أعتقد الكابينة الوزارية الحالية هي كابينة غير ناجحة، فاشلة. تمام، صارت واضحة. خلينا نرجع للدكتور خالد. دكتور خالد والله الامور تحتاج رد، يعني ما بيراد له سؤال، ما يراد انا اقول لك شو